مين فينا بقى ما بياكلهاش على السحور؟ الجبنة، الجبنة القريش، قد ايه بتبقى طعمها حلو وخفيفة كده في السحور، حاجة كده ما شاء الله. وخصوصا بقى لو انت عاملاها بايديكي ليكي ولولادك، حاجة تبارك الله، حاجة زي السكر، وحاجة نظيفة وضمناها وضمن نظافتها. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب لمنوعات لولورندا. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه. واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم عشان تعم الفايدة للجميع. واتكلمنا كتير، ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط. النهاردة بقى هنشتغل على 3 كيلو ونص من اللبن، وكمان اللبن اللي متفرز في الفريزر. يعني مش شرط خالص تكوني جايباه لسه حالا دلوقتي، ممكن يكون عندك في التلاجة وطلعتيه وهتشتغلي بيه. اول حاجة هتطلعيه يفك كده من التلج، او تحطيه كده على البوتاجاز زي هتطيري بس منه السقعية. انا عايزة يبقى درجة السقعية بتاعته راحت خالص، بحيث ان انا احط صباعي كده الاقي مفيش اي لبن ساقع، وكتل التلج فكت خالص. هو ده اللي انا عايزاه. وكمان لما بحط ايدي على الحله عاديه جدا ما بتلسعنيش. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ بعد ما ضيعت السوعية هحطه بقى على الرخامة بتاعة المطبخ، بس هحط دفاية سر كده تحتيه، وهلف الحلة ببقية دفاية السرير زي ما انتوا شايفينه كده. قعد معايا قد ايه في الجو ده؟ قعد حوالي يوم ونص، مش اكتر من كده. بعد اليوم ونص دول رحت حطيته في التلاجة وقفلته كده بستريتش. طب قفلته ليه بستريتش؟ عشان ما يطلهوش اي روايح من التلاجة. وكمان حطيت الغطا عليه. اهم حاجة ان اللبن ما يطلهوش اي روايح عشان ما يبقاش طعم الجبنة بتاعتك متغير. وبعد كده بقى بشيل الاسترتش وحطيتها حوالي يوم كامل في التلاجة، عشان طبعا يسهل عليا ان انا اطلع القشطة بسهولة. لو ما حطيتهاش هتبقى القشطة تحس ان هي سايحة منك كده خالص. لكن لو حطيتيها في التلاجة هتقدري تطلعيها زي ما انت شايفة كده بمنتهى السهولة، هتطلع معاكي على طول. هنا بقى بعد كده بطلع بقى كمية القشطة. طب كمية القشطة ديت بتبقى على حسب نوع اللبن. لو اللبن بتاعك كده بخير وحلو وجايباه من حد مضمون هيطلع لك كمية قشطة حلوة ومحترمة كده. وكل حاجة هنوزنها دلوقتي وهنشوف طلعنا قد ايه قشطة. واحنا قلنا اشتغلنا على 3 كيلو ونص من الحليب، انا جايباه من الفلاحين، من حد يعني واثقة فيه. وهنشوف القشطة قد ايه، وهنشوف هيطلع لنا قد ايه جبنة. هنا بقى لميت القشطة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل دوت. وبقى هحضر الميزان بتاعنا، وهجيب طبق كده ونشوف كمية القشطة دي قد ايه من 3 كيلو ونص من الحليب. هنا جبت الميزان بتاعي بقى كده وهحطه وهصفره. طبعا بعد ما احط الطبق بتاعي هصفر بقى الميزان وهبدأ اطلع القشطة. طبعا زي ما قلتلك كمية القشطة ديت بترجع على حسب نوع الحليب اللي انت جايباه. لو جايباه من حد واثقة فيه وحد مضمون هيطلع لك كمية قشطة حلوة. انا هنا طلع لي حوالي 390 جرام تقريبا من الحليب. هنشوف دلوقتي اهو هنوزنه وهنشوف قد ايه طلع معايا قشطة. طبعا انا عملت قبل كده من القشطة بتاعة اللبن، عملت معاكم الزبدة. فانا دلوقتي هبدأ بقى اجمع القشطة تاني، لغاية ما اجمع حبة كده حلوين زي اللي انا عملتهم معاكم قبل كده زبدة. وبعد كده هبقى اعملهم زبدة تاني. لكن ما بحبش ان انا اعمل يعني اطلع كده مثلا حبة واشيلهم. بصوا هنا طلع معايا 390 جرام من القشطة، حلوين قوي على قد 3 كيلو ونص من الحليب. هنا بقى ببدأ كده اجيب السكينة بتاعتي وبقطع الجبنة كده بالشكل دوت مربعات عشان اسهل الشرش بتاعها يخرج منها. بصوا هي حتى مش مطلعة حاجة، ما شاء الله حلوة جدا. بصوا مش هتطلع شرش يعني كتير اهو. شايفين كتلة الجبنة؟ ما شاء الله. طبعا ده كده عشان انا جايباها من حد مضمون.
هبدأ بقى انا هشتغل على ايه، هشتغل على الحصيرة بتاعتنا. ما عندكيش حصيرة تقدري تشتغلي على شال كده او شاشة تكون خفيفة كده تقدري تصفي عليها الجبنة. لكن انا عشان عندي الحصيرة هشتغل على الحصيرة على طول. هنا بقى فضيت الجبنة بتاعتي كده في الحصيرة. هعمل ايه، هعلقها دلوقتي؟ لا مش هعلقها دلوقتي عشان ما تبهدليش الدنيا. فانا حطيتها تحت صينية كده وطبقت عليها كده الحصيرة، وهسيبها قد ايه، سبتها حوالي نص ساعة. سبتها حوالي نص ساعة. بعد نص ساعة بقى رحت خدت المية اللي نزلت من او الشرش اللي نزل منها اهو، فضيته في الطبق. وده طبعا هحتفظ بيه. هحتفظ بيه ليه، هغلي الشرش دوت واحط عليه معلقه ملح، وهقدر احتفظ بالجبنه اللي احنا هنطلعها فيه في قلب الشرش دوت تقعد مده اطول. هنا بقى انا ابتديت حطيت نص معلقه ملح كده على الكميه دي، كانت حلوه قوي ومناسبه، انا ولا عايزاها حادقه ولا عايزاها دلع. فاحط نص معلقه ملح بس، وهقلب الجبنه كويس كده كلها. وبعد كده هبدأ بقى أقفل عليها الحصيرة، وهبدأ علقيها بقى في أي مكان مناسب ليكي. أنا علقتها كده من الصبح لغاية بالليل. حوالي علقتها من الصبح لغاية بالليل، حوالي على الساعة 1 بالليل كده ابتديت أقطع الجبنة. بصوا علقتها بالشكل دوت، وحطيت تحتيها حاجة لغاية ما صفت المية كلها أو الشرش بتاعها. الشرش بقى اللي نزل بعد كده أنا ما خدتوش. هنا بصوا بعد ما قعدت من بالصبح لغاية بالليل بقت معايا بالشكل ده. بقطعها بقى كده، كانت بسم الله ما شاء الله زي الفل. بصوا اهي، حاجة كده زي الفل نضيفة وضمناها في قلب بيتك. بصوا ما شاء الله حلوة جدا. حتة كبيرة مش صغيرة على فكرة، حتة كبيرة مش صغيرة. بصوا، وهنوزنهم دلوقتي وهنشوفهم مع بعض. هنشوف طلعوا لي قد ايه. يبقى هم طلعوا لي حوالي 400 جرام زبدة قشطة، وهنشوف طلعوا لي قد ايه جبنة. انا جايبه كيلو الحليب، جايباه عندي هنا ب30 جنيه. انا جايبه كيلو الحليب ب30 جنيه، جايبه 3 كيلو ونص. جبنا بقى هنا الميزان، هنحط الطبق بتاعنا وهنصفر الميزان بعد ما حطينا الطبق اهو. وهنبدأ بقى نوزن الجبنة كده واحدة واحدة ونشوف طلعت قد ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله، الخرطة تبارك الله، الخرطتين اكتر من ربع كيلو. بصوا 889، يعني هنقول 900 جرام، حوالي 900 جرام جبنة، يعني كيلو إلا 100 جرام. بصوا حاجة نظيفة وجميلة ما شاء الله. ايه رأيكم بقى؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.